في قصص كتير بتبدأ عادي، صوت غريب، خبط على الباب، نور بيطفي لوحده. بس القصة دي لا، القصة دي بدأت بحاجة أبسط من كده بكتير، ومحدش كان متخيل إن نهايتها هتكون أسوأ من الموت نفسه. والنهاردة هحكي لكم حكاية أمنية، الخياطة اللي كانت فاكرة إن أقصى خوف إنها ما تلحقش تسلم الفستان في ميعاده. أمنية ما كانتش تعرف هتشوف فرح مفهوش ولا بني آدم واحد. أمنية كانت عايشة في قرية صغيرة بعيدة عن الزحمة، ست على قد حالها، شغلها كان معروف، أي عروسة في البلد بتتجوز تروح لأمنية. في ليلة أمنية كانت قاعدة في بيتها بتلم شغلها وداخلة تنام علشان الوقت اتأخر، وفجأة سمعت خبط على الباب. أمنية استغربت، مين ممكن يخبط في الوقت المتأخر ده؟ فتحت أمنية الباب، لقت ست واقفة وباين عليها إنها غنية. لبسها كان جميل وريحة عطرها كان تقيل، بس وشها كان ثابت. أنت أمينة الخياطة؟ تحت أمرك. مطلوب منك يستم فرح الليلة. الليلة؟ ده مستحيل. هتعمليه؟ بس ده شغل كتير ومحتاج نقاس وتجربة. العروسة جاهزة والمكان قريب، لبكرة مش هينفع. الكلمة دي اتقالت بطريقة خلت أمنية بقت مرعوبة. الكلمة مش تهديد واضح، بس إحساس إن مفيش اختيار. أمنية رجعت تبص على الكيس ورجعت تبص على الست، وقالت لنفسها يمكن دي ناس غنية وجايين من بلد تانية. دخلت جوه بسرعة ولمت شنطة العدة. أول ما خرجت لقت الست واقفة زي ما هي، ما اتحركتش، حتى ملامحها زي ما هي. لفت ومشيت وأمنية وراها، بس أمنية كانت حاسة بحرارة في رقبتها، زي حد واقف قريب منها. مشوا شوية وأمنية استغربت، الطريق ده كان فاضي دايما، مفهوش غير أرض فاضية وتراب بعيدة. فجأة من غير أي مقدمات ظهر قدامهم قصر كبير. أمنية وقفت مكانها واستغربت، هي متأكدة إن ما كانش فيه أي قصر أو أي بيت في المكان ده. المهم دخلوا القصر. أول ما أمنية عدت الباب حست إحساس غريب، زي حاجة بتتحرك على ظهرها واحدة واحدة. كان في معازيم كتير جدا، رجالة وستات، لبسهم كان فاخر، بس كان في هدوء مرعب. الناس كتير من غير ولا همسة ولا حتى ضحكة. الست خدت أمنية وودتها للمكان اللي كان موجود فيه العروسة. العروسة كانت قاعدة على كرسي ولابسة روب أبيض وشعرها متسرح بعناية، بس لون بشرتها كان شاحب، وزي ما يكون إن النور مش واصل لعينيها. أمنية حاولت تتعامل كأن ده شغل وخلاص. فتحت شنطتها وطلعت القماش وقعدت تشتغل. ايديها كانت بتتحرك بس عقلها مش حاضر، حاسة ان في عيون كتير بتراقبها، وكانت كل شوية ترفع عينيها وتبص حواليها. المعازيم كانوا واقفين بره الأوضة راصين نفسهم في الطرقة وكانوا ساكتين. وبعدين حصلت لحظة اللي قلبت كل حاجة. الإبرة وقعت من إيديها وعملت صوت خفيف. الصوت ده خلى الأوضة كلها تسكت، حتى النفس اتمنع. أمنية ميلت علشان تجيب الإبرة وعينيها نازلة على الأرض. شافت اللي ما ينفعش يتشاف، مفيش رجلين بشرية، كان موجود حوافر. أمنية اتجمدت في مكانها والدم اتسحب من جسمها، وقامت ببطء وهي بتحاول ما تبينش انها شافت حاجة، بس عينيها كانت بتترعش وقلبها كان بيدق. ورجعت تبص على العروسة كانت بتبص قدامها، بس فجأة لفت عينيها ناحية أمينة. عين العروسة كانت طويلة زي عيون القطط وبلمعة غريبة. أمنية حست ان رجليها مش شايلاها، بس كانت قربت تخلص. في اللحظة دي صوت بدأ يطلع كأن في فرقة بتعزف، بس ده ما كانش عزف،
المعازيم ابتدوا يتحركوا حركات خفيفة بشكل مرعب. أمنية اتأكدت إنها مش في فرح عادي، دي زفة، بس مش زفتنا. أمنية حاولت تكمل الفستان بسرعة، بس صوابعها بقت بتترعش، وفي دماغها جملة واحدة بس: أخرج. اشتغلت في الفستان وابتدت تقرأ قرآن في سرها من غير ما تحرك شفايفها ومن غير ما تبص في عين أي حد من الموجودين. واللي حصل بعدها ما كانش طبيعي. خلصت أمنية الفستان والمعازيم اتجمدوا. العروسة لفت راسها ببطء ناحية أمنية وفتحت بقها بس ما طلعتش صوت. أمنية من كتر خوفها حضنت المقص في ايديها وكملت قراءة القرآن في سرها. وفجأة كل حاجة اتهزت والقصر كله اتحول قدام عينيها. النور اختفى وأمنية لقت نفسها واقفة لوحدها. ما كانش في قصر ومفيش معازيم ومفيش حتى عروسة. ما كانش فيه غير الصمت. رفعت أمنية راسها ولقت حواليها التراب. أمنية رجعت خطوة لورا واتكعبلت وقعدت على الأرض وهي بتنهج. وبعدين افتكرت الكيس اللي كان فيه الفلوس. فتحت الكيس وما كانش موجود فيه غير عظم وحجارة قديمة وتراب، واتصدمت ان ما كانش فيه اي فلوس. قامت بالعافية وجريت ومش فاكرة جريت قد ايه ولا فاكرة وصلت ازاي. بس اللي عرفته بعدين انها رجعت البلد بعد الفجر بشوية، وشها كان اصفر وعينيها حمرة. ومن الليلة دي أمنية اتغيرت، بطلت خياطة وقفلت الباب على نفسها وبقت تخاف من أي خبط. وأهل البلد لاحظوا حاجة غريبة: كل ما بيجي في آخر الليل صوت طبول فرح بعيد، أمنية جسمها كان بيترعش، وشها بيبهت، وتردد كلمة لسه مستنيني.